وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. بالحقيقة الإمام الصدر الذي إن ذكرته شرأبت الأعناق، ارتاحت النفوس، ذهب بك العقل بعيدا، تتصور لأي موقف سابق رأيته فيه، تتجسد الصورة، تعود الكلمة، تخط المواقف حيث ترى أن الزمن كأنه كان بيده حين تكلم، وأن أرباب السياسة لم يخفى عليه من قولهم ومن فعلهم شيء. لذا هذا الإمام المعظم إن ذكرنا حسبه ونسبه فإنه يفتخر بقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. حفيد الرسول، حفيد الزهراء، بل ابن الزهراء، يحمل مزايا الآباء والأجداد من القيم والأخلاق، زرعها عند القاصي والداني، زرعها في طريق المحب والمعادي، أسمعها للقريب والبعيد، تجاوزت حدود الدار، بل تجاوزت حدود المجلس، بل تجاوزت المنطقة العربية فضلا عن بلده لبنان. من هنا الإمام الصدر حين وطأ بقدم أرض الوطن من جديد، البعض يقول سيد موسى إيراني، الناس مش قارئة تاريخ. سيد موسى هو مش من بيت الصدر، هو من بيت شرف الدين، هو من قلب شحور، جده السيد إسماعيل شرف الدين. يوم للجزارين وينك الجزار؟ لما